بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ معاكم في قناتنا، وقناة هنعمل فيها جبر خواطر للناس اللي هي الشقيانة التعبانة اللي بتاكل أكل عيشها بالحلال، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونسعد الناس. وجبر الخواطر يا جماعة في باب في الجنة اسمه جبر الخواطر، إن شاء الله ربنا يكرمنا وندخل منه بإذن الله، ونبدأ التصوير مع أول واحد إن شاء الله ربنا يكرمه ويجاوب معانا في الأسئلة ونكبر بخاطره. السلام عليكم. اقعد نتعرف بيك. محمود. انت منين اصلا يا محمود؟ منيا. منيا؟ وجاي شغال هنا طبعا بتاكل عيش بالحلال. ربنا يديك الصحة يا محمود. وانت متجوز؟ لا والله لسه متجوز. ربنا يكرمك وتتجوز بإذن الله وتملى الدنيا كلها عيال. ربنا يصلح حالك يا محمود. احنا عاملين قناة على النت، بص على التليفون. القناة ديت احنا بنجبر بقى بخاطر الناس اللي هي بتاكل عيشها بالحلال. ماشي. فاحنا ان شاء الله هنسألك كم سؤال، واللي تقدر هتجاوبوا عليه هتجاوبوا، واحنا ربنا هيقدرنا وايه وهنديك الجائزة بتاعتك. تحت امرك. لو قلت لنا يا عم محمود البلد اللي بيحجوا فيها اللي فيها الكعبة اسمها ايه هتكسب معانا. السعودية. اسمها ايه؟ السعودية. السعودية. طيب يا عم محمود، في حد غششك الإجابة ولا حاجة؟ لا لا لا، أنا عارف طبعا، أنا راجل مسلم وواحد بالله وعارف. ربنا يديك الصحة يا عم محمود وتاكل عيشك بالحلال. طيب خد الجائزة بتاعتنا اهي، وإن شاء الله ربنا يقدرنا ونكبر بخاطر الناس اللي بتاكل عيشها بالحلال. الله يبارك فيك، الله يحفظك. ربنا يا عم محمود، طب ممكن نسألك سؤال تاني؟ اتفضل تحت امرك. طيب يا عم محمود، صوابع ايدك دي، كف ايدك ده فيه كام صباع؟ 5. اكيد 5. طب ما تعدهم لي كده. ايد واحدة ولا الكل؟ ايد واحدة. ايد واحدة. 5 اكيد ان شاء الله. طيب كده انت كسبت معانا جايزة تانية يا عم محمود. الله يخليك، الله يحفظك. هاتي ظرف، هات ظرف يا حنين. هي حاجة بسيطة مننا بس يعني ايه، ربنا يديك شكرا انت يا عم محمود. ربنا يديك الصحة. احنا بنحب الناس وبنقدر الناس تاكل عيشها بالحلال. الله يخليك، الله يحفظك. ربنا يصلح حالك يا عم محمود. الله يحفظك. شوف كده جايزتك، هي حاجه بسيطه على قدنا. لا حاجة مقبولة منك والله. لا شوف كده، شوف جايزتك انت مع نفسك كده. والله هي حاجة منك مقبولة يا باشا. ماشي يا باشا. والجايزه الثانيه يا عم محمود. ربنا يقدرك يا عم محمود ويديك الصحه. الله يخليك. الله يحفظك. تعال يا باشا، تعال نتعرف بيك. تعال تعال اقعد هنا. انت اسمك ايه؟ رجب. اسمك ايه؟ رجب. انت منين اصلا يا عم رجب؟ من منيا. ايه ده، انت قريب بقى؟ قريب؟ لا مش قريب بل منيا. ربنا يصلح حالك يا عم محمود ويديك الصحة. انت متجوز يا عم محمود؟ متجوز، معايا 3. معاك اولاد؟ معايا 3. ربنا يديك الصحة. كلهم اولاد ولا فيهم بنات؟ لا بنت وولدين في المدارس. ايه؟ في المدارس كبار يعني. فيهم حد اتخطب ولا حاجة؟ لا لسه، يعني البنت لسه رايحة أول سنة تجارة السنة دي يعني. ربنا يديك الصحة وتنجح وتبقى ان شاء الله كده محاسبة قد الدنيا يا عم. الله يخليك يا باشا. انت اشتغلت النهارده ولا ما اشتغلتش؟ لا والله اديني كم يوم الدنيا مريحة معايا والله. جو واقف يعني مش عليك بصراحة. ربنا يكرمك. بتاع اسبوع جاي وما اشتغلتش. ربنا يديك الصحة يا عم محمود وربنا يكرمك وان شاء الله تشتغل وتبقى زي الفل. على الله. ماشي يا باشا. طيب هنسألك سؤال يا عم محمود. رجب. عم رجب؟ ده التاني يا عم محمود. انت رجب؟ طيب يا عم محمود، احنا هنسألك سؤال وان شاء الله هتجاوب معانا وتكسب معانا باذن الله. قول. في حاجة يا عم محمود. رجب. يا عم رجب انا اسف. في حاجة يا عم رجب بتعيط من غير عيون وبتمشي من غير رجلين. بتعيط من غير عيون. ايوه. وتمشي من غير رجلين. المطرة. لا ايه بقى اللي بيطلع المطرة؟ السحاب. جدع يا عم رجب. انت ايه انت غششت يا محمود ولا ايه؟ لا والله ما غششكش؟ لا السحاب فعلا. طيب انت كسبت معانا يا عم محمود. ماشي يا عم رجب. انا اسف. هو رجب معلق معايا. عم محمود معلق معايا. عادي اخواتنا. ربنا يصلح حالك يا عم رجب. ماشي. هات يا حنين.
هات ظرف، هات ظرف. هات واحد، هات واحد. خد يا عم رجب، وربنا يديك الصحة وتاكل عيشك بالحلال، وربنا يقويكم بإذن الله، وإن شاء الله تشوف عيالك كلهم كبار ويسندوك ويساعدوك في الحياة. ماشي يا باشا، ماشي، كل الف شكر. تأمرني بأي خدمة يا عم؟ مش حاجه ثانيه، بس عشان ظروف المدارس والبتاع، ظرف ثاني معلش، والله ظروف المدارس عاوز لبس للعيال والدنيا مخبطه معايا والله. والله اقسم بالله ما في كلمه كده، ربنا يحاسبنا على الكلام ده. انا راجل صغير عندي 46 سنه، يعني مش هكدب عليك يعني في حاجه. ربنا يديك الصحة، ربنا يديك الصحة يا عم رجب. حاضر حاضر. لا لا لا، ده اللي مساعد ربنا، ده احنا ربنا يقدرنا وربنا يكرمنا باذن الله ونسعد الناس كلها يا عم رجب. خليك يا باشا، الله بارك الله فيك. يعني انت النهارده ما اشتغلتش خالص يا عم رجب؟ والله ما دقتها، والله روحت نمت، ما فيش. على دي كم يوم، قاموا دي اسبوع جايه من البلد، وبعدين عليا المدارس طبعا جايه وكتب وكراريس ولبس، والله ربنا يعلم بالواحد. والله انا مش هقول لك اكتر من اللي حلفان بالله يعني كبيره يعني. والله انا يعني بص، طلبوا مني لبس المدرسه ومش عارف محتار في اعمل ايه، وساكن هنا ايجار وظروف في البلد يعني. الحمد لله رب العالمين. لو في ظرف تاني يساعدني بس اجيب ابعت لهم لبس ولا اي حاجه يقدروا ربنا. هي حاجه بسيطه مننا، بس احنا بنسعد بها الناس اللي بتاكل عيشها بالحلال، ونكبر بخاطر الناس الناس اللي قلوبها بيضاء اللي زي حالتنا. الله يخليك يا باشا، لو في ظرف تاني يبقى كده خدمتني. حاضر 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 يا عم رجب، حاضر يا عم رجب. طيب احنا هنفكر لك في سؤال، وان شاء الله سؤال خفيف يعني باذن الله. على الله. البني ادم فيه كم رجل يا عم؟ رجلين. اكيد اكيد. مش 4؟ لا 2. 2. حاضر حاضر. الف مبروك يا عم، الف مبروك يا عم رجب. وان شاء الله هي حاجه بسيطه مننا، بس احنا بنفرح بيها الناس الغلابه. حسناتك اولا. الله يصلح حالك. الله يجعل في ميزان حسناتك. الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. واحنا ان شاء الله يعني الفيديوهات بتاعتنا هتشوفوها على القناه بتاعتي، اسمها ابو هلال. جبر خواطر الناس ولاد الحلال اللي زي حالك. الله يخليك يا باشا، يجعل في ميزان حسناتك اولا. حاضر. ويدخلك في ساعة جناته. الله يصلح حالك، الله يصلح حالك. هات يا حنين، هات يا حنين، هات يا حنين. ماشي يا عم رجب، وربنا يصلح حالك. واحنا الله يكرمك. واحنا نتمنى يكون معانا الخير كله، عشان ندي الخير كل الناس اللي تسال الخير. ربنا يصلح حالك يا عم. تسعد الناس كلها باذن الله. ربنا يصلح حالك. شاكرين يا عم، شاكرين يا عم محمود، شاكرين. بارك الله فيك. العفو يا فندم، العفو. ربنا يصلح حالكم يا رب. شاكرين، ربنا يصلح حالكم. اي اوامر. الله يصلح حالكم. شكرا.